في البتاع ده بيطالب بتغييره. النهارده ابتدت الامور كلها تمشي في خطوط. النهارده الحاله الغريبه جدا للعيبه النهارده لما يبقى في 3 من مدافعين الاهلي في رميه تماس، رميه التماس دي عشان تترمي اصل دي مش معموله بالرجل قويه، رميه التماس دي واخده المسافه ديت مثلا بنقول في 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني، يعني يستطيع اي انسان ان يعيد تمركزه اذا حس ان حد فاضي. ده الدفاع واقف بيتفرج على رميه التماس وثلاثه وسايبين الراجل في وسطهم فاضي. لما يحصل الغلطات دي من لعيبه والحاجات دي كلها، الموضوع هنا انا مش عايز هل اللعيب في حاجه؟ هل هنالك شيء ما؟ هل النهارده التردد اللي بقى بين اللعيبه وبين المدرب النهارده ده على تردد في اللاسلكي وفي الحاجات دي بيبقى دايما تردد، لو الترددين مختلفين مش هيسمعوا بعض، هنسمع نغبشه بس. هل في حاجه غلط في الموضوع؟ انا شايف انا شايف الوقت في وسط هذه الضغوط، انا شايف النهارده ان الكابتن حسام البدري الراجل حاول من ساعه ما استلم المهمه، عمل حاجات كتيره، اعتقد انه كسب بطوله، فحاول. انما انا شايف ان الظروف كلها ما ساعدتوش، والظروف هو ده في الكوره وارد. في مدربين كتير ممكن النهارده تبقى الظروف كلها مش مساعداه. انا بتصور وانا بقول هذا الكلام لا تحاملا على شيء ولا انا بس بتكلم بقرا موضوع قبل. فهو النهارده هو النهارده لما بيتقدم ده بيعفي ويشيل الحرج عن كل الناس، وبيعفي ويشيل الحرج عن نفسه هو كمان. انا شايف انه ده التصرف، وهو يعني هو راجل خدم النادي الاهلي سنوات طويله جدا لاعبا ومدربا وفي مجال الاداره، ده مش تدخل في حاجه ولا في اي موضوع، انما هو حاول. انما انا شايف ان الظروف كلها ليست في صالحه بامانه شديده جدا. فانا بقول ويعني وكابتن حسام يعني من الناس اللي انا على المستوى الشخصي يعني اعرفه كويس جدا ونعرف بعض من سنين ومن ايام ما كان بيلعب. وانما انا شايف النهارده المصلحه العامه ومصلحته هو شخصيا خلاص. في ساعات النهارده في المجال ده، في مجال الكوره، في مدربين النادي الاهلي له مدرب قبل جوزيه اشهر من جوزيه 500 مره، قعد ما عملش اي حاجه والراجل في الاخر مشي لانه لم يستطع ان يفعل اي شيء. انما هي الظروف كانت كده، كانت الفرقه ملخبطه ساعتها لما هو اللي كان بيطلع، لما كان بيلعب وائل جمعه وما كانش عنده مهاجمين، كان بيلعب وائل جمعه راس حربه، ناسي اسمه انا بس كان طويل كده، بس قد جوزيه في البرتغال 10 مرات. انما هي كوره كده بتدي ما بتديش. فانا شايف النهارده افضل شيء النهارده لحل هذه المشكله النهارده ان يحدث هذا الكلام، ان الكابتن حسام البدري يتقدم باعتذار عن الاستمرار في هذه المسؤوليه، لان انا شايف ان اللعيبه في وادي وهو في وادي والدنيا في وادي ومدير الكوره في وادي. الحقيقه كل ما تيجي تمسك حاجه من هنا بتعمل من هنا النهارده. انما الاداء، مستوى الاداء، المستوى الخططي، المستوى التكتيكي، الاسئله اللي بتلعب، الحاجات اللي تتنفذ، مفيش. ما ينفعش ان النادي الاهلي بيلعب مع فريق الجونه بكل خبرته قد ايه؟ ده سنتين في الدوري الممتاز، يلعب مع فريق خبرته سنتين والفريق ده يبقى راكب الماتش منه 52 دقيقه كوره معاه. ما ينفعش ان الاهلي النهارده يبقى بيلعب 90 دقيقه فما يعملش الا هجمتين. ما ينفعش ان النادي الاهلي فراودته راس حربه بتوعه يبقوا نازلين بيدافعوا في ال 18. طب بقيه الفرقه فين؟ وفين الناس؟ وايه اللي بيعمل ايه اللعبكه دي؟ طب فين الناس اللي بره؟ انا قلت رايي ورزق ورزقكم على الله.